انا بمناسبه التطعيمات، انا ليا واحد حبيبي مش هقول اسمه بس على الهوا عشان ما يزعلش مني، تمام كده؟ هو عارف نفسه، يقعد يقول اوعوا تاخدوا تطعيمات، ده التطعيمات دي بتموت، ده احنا بعد كده مش عارف هنتقلب ايه قرود. يعني انا تعبت معاه، هتقولي له ايه؟ هي التطعيمات مش عارفه ليه واخده يعني واخده الرعب ده عند الناس، مع ان التطعيمات احنا بناخدها مثلا مره في حياتنا او مره في السنه، في حين ان احنا بناخد كميه ادويه ومسكنات ومضادات حيويه ما بنقولش الكلام ده خالص. التطعيمات دي غيرت يعني وجه الحياه في البشريه خالص. بحكي له والله، قلت له ناس كتير جدا كانت بتقول لنا التطعيم ربنا استرها معانا. طب إيه يعني حضرتك تقولي ليه للناس اللي هم ضد التطعيم يقول لك لا ما تطعمش ولا طعم عيالي؟ لا طبعا التطعيمات دي من اعظم الانجازات في الطب، انها منعت امراض كتير جدا. كان زمان نسبه الوفيات في الاطفال عاليه جدا، يعني واحد مثلا زمان بقى ايام جداتنا كده تخلف 10 5 منهم يموتوا عشان العدوى اللي بتحصل للاطفال هم صغيرين. دلوقتي في تطعيمات، هم الناس بس نسيت الدفتيريا ونسيت التيتانوس ونسيت شلل الاطفال، نسيت الامراض الخطيره اللي تطعيمات حمت اولادنا كلها منها، ما بقيناش الحمد لله نشوفها دلوقتي. الحمد لله. على فكره بمناسبه شلل الاطفال، انا وانا صغير كنت بشوف ناس كتير عندهم شلل الاطفال، يعني الحمد لله رب العالمين. انا طبعا قديم شويه، تمام؟ لما كبرنا دلوقتي الحمد لله اقل جدا جدا. بالظبط، هو تقريبا مش موجود في مصر، وتقريبا مش موجود ليه؟ لان التطعيم موجود بعد اذن ربنا، يعني هو سبب طبعا. طبعا صح كده؟ طبعا بالظبط. طيب خلينا